السلام عليكم ورحمة الله. تحية لقوات الشعب المسلحة، تحية للشعب السوداني. ربنا ينصر السودان والشعب السوداني إن شاء الله وبإذن الله. أنا سمعت لي لقاء للمستشار الذي لا يحمل شهادات استشارية المدعو يوسف عزت مع قناة الجزيرة. يوسف عزت بيقول لقناة الجزيرة إنه بيتكلم باسم الشعب السوداني. يا أستاذ يا يوسف عزت، يا أستاذ يا مستشار، ما عندك أي حق تتكلم باسم الشعب السوداني. أنت أساسا هسه دلوقتي أنت ما سوداني، أنت تحمل الجنسية الكندية، يعني عندك جواز كندي، أنت لاجئ كندي، لجأت لكندا كلاجئ وتحمل الجنسية الكندية، ما عندك أي حق تتكلم باسم الشعب السوداني. وبتقول إنه الجيش السوداني ما جيش وطني لأنه جيش إسلامي، وأنت يعني في كلامك بتقول إنه الجيش هو كله من الشماليين، يعني من شرق السودان ولا من غرب السودان ولا من جنوب السودان ما في ضباط. الكلية الحربية ما تستقبل آه، من هذا الجهاد، من الجهات دي يعني. طيب نجي للدعم السريع. الدعم السريع كله ضباطه من الرزيقات والمسيرية، وباقي الجنود هم اساسا مرتزقه من مالي، افريقيا الوسطى، من تشاد، من النيجر، وعندكم من الحبشه جزء، وعندكم من آه، الصومال حبه، وعندكم من موريتانيا جزء. ديل ما سودانيين. فانت لما المذيع قال لك انتم متمردين، والله متمردين ده انا بشوفها حلوه، يعني كان ممكن تتقبلوها انكم تكونوا متمردين، لكن في أعين الشعب السوداني أنتم ما متمردين، أنتم مرتزقة. عارف المرتزقة يعني شنو؟ بتعرف المرتزقة معناه شنو؟ أنت معظم جيشك من خارج السودان، جبتوا ناس غشيتوهم بالمال وحتدوهم 80 مليار وخدتوا فهمون على الحتة دي. فما تفتكر ان الناس اغبياء يا استاذ يوسف، يا مستشار يوسف. يقول لك يا سيد المستشار، انا ما اعرف المستشار دي جبتها من وين، انت ما قريت اساسا. ف يا سيد المستشار، ها، ما تخطرف كلامك خطرفه ساكت. كلامك في اجهزه الاعلام وفي القنوات خطرفه، انت بتخطرف. بعدين انت بتقول انك انت مسيطر على الخرطوم. يا راجل، يا راجل اتق الله، اتق الله يا راجل. انت بتحارب في جيش سوداني، وانت بخشمك قلت انه البرهان خاض حروب كثيره. فيا اخي اتق الله، يا اخي ناسك امشي لم، يا اخي امشي لم الجسامين بتاعتكم، امشي لم الناس المحروقين. جبتوا اولاد الناس قتلتوهم، غريتوهم بالقروش، جبتوهم كتلتوهم، كتلتوهم زي الكلاب، ما قادرين تلموهم من الشوارع. يا أخي اتق الله، اتق الله. أنت في يوم من الأيام حتمشي، حتمشي. فما تفتخر بالدنيا دي. أنت بتقول شنو؟ ها؟ نعيم كزايل. طيب يا سيدي لما تمشي هناك، ها، بعد ذاك اشرح لربنا أنت بتعمل في شنو. يا أخي عين، البدلة والكرافيت اللي لابسها دي عياقة ساكت. أنت راجل يا أخي، أنت راجل لاجئ كنت. يا أخي اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في عرضك. أنت بتقول إنه الدعم السريع ما قاعد في البيوت. يا أخي أنا الدعم السريع خش لي في بيتي ونهبني من بيتي. عساكركم من الدعم السريع خشوا لي في بيتي ونهبوني يا راجل، وخشوا لجيراننا نهبون، خشوا البيوت كلها نهبوها. هي دي مستشفى الدولي محتليننا في بحري، محتليننا الدعم السريع، قاعدين فيها بأسلحتهم وخاتين الجرحى بتاعينهم
وما في مواطنين بيتعالجوا فيها. فيا أخي اتقي الله في كلامك ده يا أخي. أنا ما داير أتكلم معاك كلام كتير لأنك أنت لا تسوى إنه أنا أتكلم معاك كلام كتير، لأنك أنت ما مستوعي. في النهاية تحية للشعب السوداني والنصر لقوات الشعب المسلحة، وحتنتصر إن شاء الله. لكن المشكلة إنه شنو؟ إنه بعد ما الحرب تنتهي حيكون في كلام كتير يا سيدي. السلام عليكم أيها السودانيين الشرفاء، السودانيين الشرفاء، السودانيين الشرفاء. وتحية للشعب السوداني، وتحية للجيش السوداني، وربنا ينصر الجيش السوداني.